المرحومة وحي عطية، وخلي بالك أنا قلت تحتفل، لأن ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. صدقوني الموت ده ربح وراحة، ورغم إن الموت ده بيبقى صعب علينا أوي الفراق، لكن عارفين المنتقل ده بيتمتع بعطايا كتير جدا تعزي أسرته. إيه هي العطايا اللي أمنا بتتمتع بيها دلوقتي؟ عطية الراحة. خدت عطية اسمها عطية الراحة، ديت اتقلبت في المرض واحتملت بشكر، وده صليب وإكليل تاخده في السماء. طب في إيه محمد تبقى شهيدة؟ أبو سفيان صلى الله وقال لها رب المجد بيقول لك احتمالك للمرض ده شهادة. فهي خدت دلوقتي عطية الراحة، وخدت عطية الفرح. هي دلوقتي فرحانة في أورشليم السمائية، الموضع الذي يعلم عنه الحزن والكآبة. وخدت عطية الرؤية، شايفة السيد المسيح، شايفة العرش، شايفة القديسين. يعز علينا انتقال الأم الفاضلة. طبعا أمنا مهندسة روحية احتملت المرض بشكر، وربت أولادها في مخافة الله، وتركت لنا أولاد صالحين بيخدموا معانا كلهم محبة وعطاء، وأحفادها وكلهم مباركين يعني. باسم النساء الأحرار كرولوس كل الآباء وكل المرتبين والمدارس الأحد بيقدموا واجب للتعزية، وبنباركنا النهارده بتقديم واجب العزاء، وتسمونا توما البابشوري، وتسمونا فرح جورج الراعي الملاك ليست الاتحاد والملاك الخلفاوي، وتسمونا يا نستجيب كنائس مصر القديمة، ويباركنا في خدمة التعزية النهارده، وتسمونا يا نستجيب. مبارك هو الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي يهيئ قلوبنا بالنعمة لقبول الكلمة لكيما تصل الإنذار الصالحة في أرض محجرة، بل في أرض جيدة هي قلوب المؤمنين، فتأتي بثمار 30 و60 و100. ويكون لنا روح الله القدوس ويعطينا كلمة عند افتتاح الفم من أجل خلاص نفوسنا أجمعين، متكلم وسامعين له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بصلوات الآباء يحلوني إن أنا الأصغر بينهم، ويقدموني بتقديم كلمة القداس. حلوني أنا. ونحن على مشارف انتهاء عام واستقبال عام، أمامنا سكتين حطهم قدامنا ربنا في العهد الجديد، وهو سكة الويلات للكتبة والفريسيين، وما يخطئون بخطية الرياء الظاهرة. وخطية الرياء هي خطية كذب، لأنه بيظهر عكس ما بيبطن. ففي حالة كذب داخل الإنسان وخارجه، داخله شيء وخارجه شيء، فده كذب بيسميه كتاب الرياء. ويضع أمامنا على الجانب الثاني أيضا في العهد الجديد التطبيبات. فمهم للإنسان مننا في نهاية السنة يبص على الويلات ويبص على التطبيبات ويقيم نفسه من خلال هذه ومن خلال تلك. لكن أنا عايز أدي كلمة سريعة كده عن الويلات اللي حطها المسيح على كبار الخدام والشعب في الأمة اليهودية. وعلى فكرة هذه الخطية مش على الكبار في الأمة اليهودية، لا، دي منتشرة بيننا برضه. فلنلاحظ أنفسنا من الحين للآخر لأننا نكون قد وقعنا في هذه الخطية وتستوجب لنا الويلات. ربنا يبعد عنا جميعا. مين هم الكتبة والفريسيون اللي المسيح صب عليهم الويلات؟ الكتبة دول اللي بينسخوا الكتاب المقدس، لأنه ما كانش يوجد في ذاك الوقت المطبعة،
وبعدين من كتر نسخهم للكتاب المقدس حفظوا الناموس. بس خدوا بالكم مش أي واحد يكتب الكتاب المقدس ولا ينسخه، ده لازم يكون معتمد من الهيكل وواخد شهادة بأنه كاتب علشان يكتب الكلام صح وما يزودش كلمة ولا ينقص كلمة. فالكاتب يبقى الهيكل مختاره بدقة. فالكتاب دول دقيقين يعني. طب مين هم الفريسيين؟ الفريسيين دول الجماعة المفرزين اللي على الفرازة يعني، ما عندهمش غلط، ما بيغلطوش خالص. وفي نظر اليهودي مفيش حد زي الفريسي، والفريسي ده بلا عيب. لكن الفريسيين دول بيحتقروا جدا الخطاة وبيبصوا لهم من فوق لتحت كده، فبيحتقروا الخطاة. لكن المسيح كشف عيوبهم في جملة بسيطة، قال لهم انتم بتعشرون النعناع والشبت والكمون. اوعوا تفتكروا ان اللي انتم بتعملوه ده ربنا هيعدي عليه. اصل ربنا ده يعني ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقك على الاستقصاء. مين انت ايها الانسان اللي تضحك على ربنا؟ كانوا بيعملوا خطيه فيها حته ذكاء شويه. تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم اثقل من ناموس الحكم والرحمه والايمان. ايه معنى تعشرون النعناع والشبت والكمون؟ زمان الجماعه دول لما كانوا يجوا يزرعوا قمح مثلا، يزرعوا زرعه القمح 10 أرداب قمح، يبقى العشر منهم لربنا كام؟ أرداب واحد. يجوا يستنصحوا في الحته دي، طب ليه احنا نخسر الأرداب ده؟ يعني احنا ناخد 9 وربنا ياخد 1. طب ليه احنا ما ناخدش العشر ال10 أرداب كلها؟ قالوا فكروا في حيله ان هم ما يخسروش وفي نفس الوقت يدوا ربنا حق. قالوا ان زرعه القمح دي بتاخد 4 شهور الى وقت الحصاد. يقوموا جايبين النعناع والشبت والكمون ويزرعوهم وسط سناديب القمح. النعناع والشبت والكمون دول ياخدوا 2 شهرين عقبال ما يستوفوا الثمر بتاعهم، يعني نص مدة القمح. فبعد ما يطلعوا ياخدوهم ويدوهم قيمة العشر بتاعهم ويتصدقوا بيه على الفقراء والمساكين. وبكده يبقوا هم خدروا نفسهم ان هم دفعوا العشر واكثر من العشر لمين؟ للفقراء والمساكين، وفي نفس الوقت هم ما خسروش ولا أرداب قمح واحد، ما طلعوش قمحايه واحده. يبقى هم كذابين. بس بيعملوا الكلام ده على مين؟ مش على بشر. إذا عدت على البشر مش هيعدي على ربنا. عشان كده إحنا برضه ما نستنصحش على الآخرين ما نستنصحش في وصايا ربنا. عايز أقول لنا كده. طب الكتبة والفريسيين، طب مين هم الناموسيين؟ الناموسيين دول الناس اللي هم حافظين الناموس وبيدرسوا الناموس في الكتاب، لأن زمان ما كانش فيه مدارس. كان الناموسي بيعلم الناموس وبيحفظ الناموس وبيدرس الناموس للشعب والأطفال الأمة اليهودية. الناموسيين دول جم مرة للمسيح وهو بيسوق الولاد وقالوا له ألعلك بهذا تشتمنا؟ أنت تقصدنا احنا كمان ولا إيه؟ احنا لا كتبة ولا فريسيين، احنا الناس المسيئين في حالنا. اوعى تكون بتقصدنا بالويلات دي. قال لهم لا، وانتم ايضا ويل لكم ايها الناموسيون لانكم تحملون من الناس احمالا عسرا وانتم لا تمسون احد هذه الاحمال باصابعكم. يعملوا ايه الناموسيين دول؟ يعلموا الناس وما يعلموش نفسهم. دي قضيه الناموسيين، يعلموا الناس وما يعلموش نفسهم. يقولوا للناس اعمل واعمل 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 وهم ما يعملوش ربع حاجه منها.
كاذبة. علشان كده في الكنيسة ما فيهاش معلمين. كل الكنيسة من أكبر رتبة لأصغر رتبة في الكنيسة هم تلاميذ. لأنه لا يستطيع أي خادم مهما كان أن يكون إنه معلم في وجود الروح القدس المعلم الأعظم والأوحد في الكنيسة. كلنا نعترف من الروح القدس ونعطي ونقدم. محدش بيعلم حاجة من نفسه، احنا بناخد من الروح وبندي الشعب، وأيضا الشعب بياخد كل ما هو للروح. فالكلام يبقى كلام ممنح يأتي بثمار 30 و60 و100. آخر حاجة عايز أقولها لكم، سيطلب المسيح قال للفريسيين سيطلب منكم دم كل هؤلاء الذين قتلتموه بدءا من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا. الحقيقة يحلوني الآباء إن أنا عايز أوضح حاجة بسيطة، إن في قصة متداولة بتقول إن زكريا ابن براخيا ده هو ده زكريا أبو يوحنا المعمدان، واليهود جم قتلوه لما جم يقتلوا أطفال بيت لحم، فجروا ورا هذا الصبي علشان يقتلوه، فأخذوا أبوه وسبقهم وراح حطوا على المذبح وقال من هذا المكان أخذته ومن هذا المكان أردته، وحط الصبي يوحنا المعمدان على المذبح. القصة دي متداولة لكن هي الحقيقة غير دقيقة، قصة غير دقيقة لعدة أسباب. أولاً، من هو زكريا ابن براخيا؟ هو زكريا ابن يهويداع ابن براخيا، وبراخيا دي كلمة كانت منتشرة زي اسم متكرر زي مينا دلوقتي. كم واحد اسمه مينا؟ فبراخيا ده اسم منتشر، لكن هو زكريا ابن يهويداع كاتب سفر زكريا، وده كان قبل المسيح ب 450 سنة. لكن زكريا الكاهن كان موجود قبل المسيح ب6 شهور، ويمكن عاصر المسيح، فمش هو ده. نمرة واحد. نمرة اثنين، لماذا اختار الروح القدس هابيل الصديق وزكريا بن براخيا؟ الاثنين دول دمهم لما جم يتقتلوا اختلط بدم الذبيحة، فاتقبل هو والذبيحة. بمعنى قايين لما جاي يقتل اخوه هابيل قتلوا في نفس المكان اللي قدم فيه الذبيحة من سمان الحيوانات، فاختلط دم هابيل بدم الذبيحة اللي قدمها. نمرة واحد. نمرة اثنين، أيضا زكريا ابن يهويداع ابن براخيا لما جم يقتلوه لأنه مات مستشهد، لما جم يقتلوه طلع يجري وتعلق على المذبح، فقتلوه على المذبح فاختلط دمه بدم الذبيحة. لكن هو قبل ما يقتلوه قال الرب ينظر ويطالب، يعني الرب ينتقم ليه، فكانت طلبته مستجابة. سيطلب منكم كل دم من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قد سينظر ويطالب. الحاجة الثانية اللي تثبت ان القصة دي غير دقيقة، ان هيرودس أصدر قرار بقتل أطفال بيت لحم. طب بال أطفال بيت لحم بأطفال اورشليم. يوحنا المعمدان من أطفال القدس، وهي بعيدة خالص عن بيت لحم. يعني دي مكان، دي في الضفة الغربية ودي في الضفة الشرقية، مدي ومدي. بالإضافة إلى أن هيرودس كان يملك على بيت لحم، لكن بيلاطس البنطي كان يملك على اليهودية والقدس اللي هي يوحنا المعمدان مولود فيها، فمادة ومادة الموضوع ده. آخر حاجة
تثبت ان القصه دي غير دقيقه، ان المذبح اليهودي غير مذبح العهد الجديد. المذبح اليهودي كان بتتقدم عليه ذبيحه حيوانيه، يعني في دم. والمذبح اليهودي كان شكله عباره عن مذبح نحاس مجوف، يعني مفرغ من جوه، وفي الوسط كده شبكه، والشبكه دي عليها نار منتقده لإحراق الذبيحه الحيوانيه. لكن مذبح العهد الجديد زي ما انتم شايفينه كده مذبح خبز وخمر، ملوش دعوه بالذبيحه الحيوانيه نهائيا. فتخيلوا كده زكريا الكاهن هياخد ابنه يوحنا المعمدان ويرميه جوه المذبح اليهودي اللي هو فيه نار، وهو اجوف من جوه، يعني يخرشمه ويحرقه. طبعا الكلام غير دقيق وغير منطقي. فعشان كده الكتاب المقدس والروح القدس اختار انه سيطلب منكم كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن بركيا الذي كتبتموه بين الهيكل والمذبح، لان الاثنين دول اختلط دمهم دم الاستشهاد بدم الذبيحه. والمسيح قال لليهود اكملتم انتم ايضا رجال ابائكم، يعني عملتم زي اللي عملوه ابائكم، خلطوا دم الشهيد بدم الذبيحه. وايضا عملوا مع المسيح كده، كان المسيح هو نفسه الذبيحه وهو نفسه الشهيد، علشان كده اختلط دم الذبيحه بمقدم الذبيحه، فكان المسيح ذبيحه العهد الجديد وفي نفس الوقت هو الذبيح عن العالم كله، كما قال يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. يعطينا إلهنا القدوس المبارك أن نكون سامعين عاملين بالكلمة لمجد اسمه القدوس ولخلاص النفوس، له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين. أقدم خالص العزاء لأسرة المقدسة الروحية المرحومة أم مجدي، بالأصالة عن نفسي وبالأصالة عن أسرة الأنبابون الخريجين بكنيسة ماري مرقس بشبرا، وبالإنابة عن قدس أبونا الموقر أبونا مينا ميخائيل الذي أوصاني أن أقدم تعزية للأستراليا باسمه لهذه الأسرة المباركة أسرة أم مجدي، وأخص بذكر الأخوات الخادمات معنا في الأسرة مدام مريم صدقي بنتها ومدام مريم ميخائيل مرات ابنها. وأقدم العزاء لجميع أفراد الأسرة. الرب يعطيكم جميعا نعمة العزاء ويعطينا أيضا نعمة الاستعداد، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.
هي عطية في تذكار الأربعين، وعبدك المرحوم ممدوح ميكائيل زكي في تذكار السنة، وعبدتك المرحوم عيد جرجس داود، وكل الذين كتبت أسمائهم على المذبح المقدس، وكل الذين رفضوا وتنيحوا وليس لهم أحد يذكرهم، فقد يا ربنا نفوسهم أجمعين في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وله في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتوكل في نور القديسين. يا رب يا رب ارحمونك يا رب. الذين أخذت نفوسهم ريحهم في فردوس النعيم، في كرة رحيل الأبد في عرش مصرية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. كما كان كذا يكون بجيل إلهي وإلى دار الدور آمين. اهدينا إلى ملكوتك لكي وبهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا. وأيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا للآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا له ونقدم اسمه القدوس. هو أيضا فالمسيح من يجعلنا مستحقين لشركة وصول أسرار الإلهية غير المائدة. Kyrie
لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجنين وإيمان بلا رياء محبة كاملة رجع ثابت نصر ثابت بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات. ذبيحة النهارده اترفعت تذكار الأربعين من المرحومة مجلس روحية عطية نطلب لها راحة ونعمة أحضان بها القديسين وهي والدة كل من الأساتذة أستاذ مجدي وأستاذ عماد والسيدات مدام سبير ومدام أمان ومدام هدى ومدام مريم. نطلب من ربنا يعطيها راحة ونعمة أحضان بها القديسين ويعطي العزاء لجميع أفراد الأسرة. ربنا والأسرة نشكر جميع الذين حضروا التقديم والمشاركة في هذا التذكار. ربنا يبارك كل حافظ على كل إلهنا المجد الدائم والأبدي.